بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. طلاب الصف الثاني الإعدادي، يلا يا شباب نحل مع بعض من كراسة الامتحانات والمراجعة المستمرة. هنحل الاختبار التراكمي على الدرس الأول اللي هو كان اسمه خواص التناسب. يلا بسم الله. السؤال الأول بيقول لحضرتك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. بيقول لك إيه بقى؟ ما الثالث المتناسب؟ هو عايز الثالث المتناسب للأعداد 14 و35 و5. يبقى الأعداد عند حضرتك 14 و35 و5، هو عايز الثالث، فاوعى تقول لي الثالث بخمسة، ده أنت كده ما تكونش ذاكرت خالص. لا، أنا مش عارف الثالث، هفرض الثالث بإكس. يلا، يبقى العدد الأول 14 والعدد التاني اسمه 35 والتالت ما اعرفهوش، افرضه باكس بالترتيب اهو. والنمر الرابع اسمه كام؟ 5. يبقى التالت ما اعرفوش، افرض التالت باكس. الاول ما اعرفوش، افرض الاول باكس. يلا، عشان خاطر كلمة المتناسب ده اهي هتخلينا اقول الاول على التاني بيساوي التالت على الرابع. ما انا ما بعملش الاول على التاني والتالت على الرابع من دماغي، لازم يكون في تناسب. يلا مليني كده. يبقى 14 على 35 بتساوي كام؟ اكس على الخمسة. هنعمل ايه؟ هنعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، او اسمها مقص. يلا اضرب اكس في 35 ب35 اكس. يلا لو ضربت 14 في 5 هتديك 70. يلا اقسم هنا على 35 واقسم هنا على 35. ال 35 هتطير مع ال 35، يبقى الاكس بتساوي يلا 70 على 35. يبقى الإجابة 2. يبقى الإجابة 2 اللي هو الاختيار ايه يا شباب؟ ألف. خد بالك، طول ما انت بتذاكر الدروس وبترجع تحل اختبارات تراكمية عليها، انت كده بتبقى مية مية في الرياضة. انت كده بتساعد نفسك ان مجموعك يكون كبير. وطبعا كل ما حل كتير في الرياضة كل ما كان أفضل. يلا السؤال اللي بعده. السؤال رقم 2. تعال نرجع تاني. يلا، السؤال رقم 2 بيقول لحضرتك إذا كان A على الاتنين بتساوي B على التلاتة. الناس الفاهمة، الناس الواعية، ال A بتساوي A. اوعى تقول لي يقعد 2. ال A بتساوي 2K جدع، وال B بتساوي 3K. بنفرض إن هما بيساوي K. في حاجة نعوض بيها فوق؟ هو قال لك 5A زائد 2B ب 32. طب ما تعوض. طب الخمسة أهي في ال A بكام؟ ب 2K أهو، زائد الاتنين، وهحط قوس للبي او اعمل علامة في براحتك. البي عوض مكانها بتلاتة كي. كل ده هيساوي كام؟ 32 زي ما هو كاتب لك. يلا نضرب 5 في 2 ادي كده 10 كي، زائد 2 في 3 ادي كده 6 كي. كل ده بيساوي كام يا شباب؟ 32. 10 كي و16، 10 كي و6 كي هيديك 16 كي بتساوي 32. يا ترى اقسم على الكام؟ على اللي جنب الكي او المعامل. اقسم على ال16 وعلى ال16. ال16 هتروح مع ال16، و32 على ال16 اللي هي فيها كام؟ 2 اللي هو الاختيار باء. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت الكميات 3 وإكس ناقص 1 وإكس زائد 1. ما هو إكس ناقص 1 دي حاجة على بعضها بتعدها إن هي رقم 2، وإكس زائد 1 و8 متناسبة. يا أستاذ بقى، ما أنا فهمت كلمة متناسبة. يبقى الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. مليني. يبقى 3 على إكس ناقص 1 بتساوي إكس زائد 1 على التمانية. وهنعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. خد بالك، انا لما اضرب اكس زائد 1 في اكس ناقص 1 ده اسهل ضرب ممكن انت تقابله في الرياضة. انا بضرب حاجتين شبه بعض والاشارة بينهم مختلفة. بيتضربوا ازاي؟ اول في اول ناقص تاني في تاني. قول معايا. بضرب حاجتين في الرياضة شبه بعض والاشارة بينهم مختلفة. اول في اول ناقص تاني في تاني. انما لو ما كانوش مختلفين، لا للاسف بقى كنت هضطر اوزع. يبقى اول في اول اكس في اكس باكس اس 2 ناقص تاني في تاني واحد في واحد بواحد، والتلاتة في 8 هيديك 24. طب نودي سالب واحد بعكس الإشارة يبقى يتحط هنا بموجب واحد. يبقى الإكس أس 2 بتساوي 24 واحد هيديك 25. يا ترى نحط ايه للطرفين؟ احط الجذر التربيعي للطرفين، واوعى تنسى ابوس ايدك الموجب والسالب.
التربيع هيطير الجذر التربيعي. ما هو يا شباب هو ايه اللي بيخليني اخد الجذر التربيعي للطرفين؟ ما انا عايز اشيل اس 2 ده. يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب، وجذر 25 كام؟ 5. يبقى الاكس موجب او سالب 5، موجب او سالب 5 اللي هو الاختيار ده. كان ممكن يقول لك اوجد قيمة اكس الموجبة، يبقى تختار له موجب 5 بس. كان ممكن يقول لك اوجد قيمة اكس السالبة، يبقى تختار له سالب 5 بس. لكن هنا ما وضحش ولا جبرنا نستخدم حاجة، فهحط له الموجب والسالب. السؤال اللي بعده رقم 4، بيقول لك إذا كان A على الخمسة بتساوي B على الاتنين، فما قيمة 4 A ناقص 10 B؟ يا شباب ما هيها بقى A على الخمسة وهنا B على الاتنين. لو سألتك ال A بتساوي كام؟ احنا هنجرب زي ما انت بتقول اهو. ال A بتساوي 5K. طيب وبعدين ايه تاني مليني كده؟ طب والبي؟ البي بتساوي 2K. جميل. طب تعال نعوض يلا هنا، تعال نعوض هنا على مهلنا اهو. 4 في شيل ال A وحط مكانها 5K ناقص وادي 10 في شيل ال B وحط، ما تخافش عوض معايا، بتساوي في 2K. يلا ال4 في 5K هيديك 20K ناقص 10 في 2K هيديك 20K. طب ما هو يا كابتن 20 ناقص 20 بكام؟ بصفر. خلاص ما هو كده يا حبيب قلبي، ما هو 20K ناقص 20K بصفر. مش تروح ل 20 ناقص 20 لوحدها وكي ناقص كي لوحدها، لا، لما بطرح حاجتين شبه بعض يبقى الإجابة صفر. سؤال سهل اهو، وانت كنت ممكن تستصعب. السؤال رقم 5 بيقول لك 3x بتساوي سالب 7y. 3x بتساوي سالب 7y. انت طالب ايه؟ 6x على y. شوف x على y. طب ما تيجي انا الاول اجيب لك x على y. فين الرمز التاني اللي انا رايح له؟ y. ما ترجعش من عنده الا وانت ماسك رقم في ايدك. يبقى x على y بتساوي كام؟ قول لي كده. سالب 7 على التلاتة. طب هو طالب ايه؟ بص كده، 6 في اكس على واي. انا كتبتها بطريقة تانية بس اسهل. 6 في اكس على واي. حاضر، ادي الستة في، طب ما هو اكس على واي كلها كده اهو على بعضها بسالب 7 على التلاتة. يبقى انا ممكن اشيل اكس على واي على بعضها كده اهو واحط مكانها سالب 7 على التلاتة. لو في اختصار تعالى، على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الاتنين، والاتنين في سالب 7 هيديك سالب كام؟ سالب 14 اللي هو الاختيار د. رقم 6 بيقول لك إذا كان 5A ناقص 8B على 3A زائد 2B بتساوي صفر. طبعا يا حبيب قلب الصفر ده مقامه كام؟ واحد. يا أستاذ هعمل مقص. طب تعال، وعايز أعلمك في الرياضة، لو كسر بيساوي صفر خد البسط ساويه بالصفر. لو كسر بيساوي صفر خد البسط ساويه بالصفر. ما تقولها يا عم معايا، لو كسر بيساوي صفر خد البسط ساويه بالصفر. لو انت مش عارف يا عم تعالى نعمل مقص. هضرب ديت في واحد، ما هو الواحد ما بيحوقش، محايد ضربي، هيبقى 5A ناقص 8B بتساوي صفر. لما يتضرب في كل ده اهو والله العظيم ما هيدينا الا الصفر. ما هو صفر لما يتضرب في 3 ايه يديك صفر، صفر لما يتضرب في 2 بي برضه هيديك صفر. ما ينفعش اجيب بي على ايه او ايه على بي وبينهم ناقص، لازم يتفصلوا عن بعض، ودي دي بعكس الاشاره. يبقى 5 ايه وادال يساوي سالب 8 بي هتروح بموجب 8 بي. ما ينفعش اجيب ايه على بي وبينهم ناقص، لازم يتفصلوا. طب انت عايز ايه؟ بي على ايه؟ شوف الرمز التاني اللي انا رايح له بالله عليك. بي على ايه؟ ها قول بقى. 5 على 8. يبقى البي على الايه بتساوي 5 على التمانية. 5 على 8 اللي هو الاختيار ايه؟ باء. يلا هنبتدي، هم فاضل سؤالين اتنين مقالي فقط، ده واللي بعده. بيقول لك اوجد العدد، يبقى اللي انا معرفوش هنفرض العدد باكس، ما انت فاهم، الذي اذا اضيف الى كل من حدي النسبة 3 الى 7 فانها تصبح 1 الى 2. ركز عشان في طلبة كتيرة مهما السؤال ده يتشرح قدامهم برضه يقول لك صعب. يا عم واحدة واحدة. بيقول لك اوجد العدد، فانا هقول له نفرض ان العدد دهوت بتساوي اكس. حلو، فرضنا ان العدد بيساوي اكس. مية مية. عايز تضيفه يعني هقول اكس زائد، صح، الى حدي النسبة دولت. يعني بص حضرتك انت عندك 3 وهنا 7، بيقول لك انا عايز اضيفه يعني احط زائد. حاضر،
يبقى هنا هحط زائد اكس وهنا هحط زائد اكس. يا استاذ انت عملتها ليه كده؟ يا ابني ما هو اللي قال فوق اوجد العدد الذي اذا اضيف. طب ما خلاص، ما هو ضفناه بقى، ضفناه. مش تقول لي اضيف فتكتب لي 3 وتلزق لي جنبها اكس يا حبيب قلبي، انت كده بتضرب. بقول لك اضيف ماشي، فانها تصبح يعني يساوي كام على كام؟ 1/2. لو عملت مقص يا باشا هتخلص. يلا الاتنين تتضرب في ده كله والواحد يتضرب في ده كله وبينهم يساوي. اضرب الاتنين في ده كله. يلا الاتنين في 3 ب6، لسه الاتنين هتتضرب في الاكس هتساوي 2 اكس بتساوي. اضرب الواحد في ده كله، الواحد ما بيحوقش فهيفضل 7 زائد الاكس. يا استاذ انا باجي كل مرة عند الحتة دهيت وبتلخبط. يا حبيب قلبي ما انت مش هتعرف تقول 6 زائد 2 8، دي فيها اكس ودي ما فيهاش اكس. اتعلم رياضة صح. مش هعرف اقول 7 و1 8، دي فيها اكس ودي ما فيهاش اكس. لكن انا ممكن اعمل حاجة، اجمع الاكسات مع بعض في طرف والارقام اللي ما فيهاش اكسات مع بعض في طرف. طب نعمل ايه؟ هقول لك على حاجة جميلة جدا اعتمدها دايما. حط خط تحت اللي فيه اكس هنا وخط تحت اللي ما فيهوش اكس هنا في الطرفين. حط خط تحت اللي فيه اكس هنا وخط تحت اللي ما فيهوش اكس هنا. دول هيحصل فيهم ايه يا استاذ؟ اللي انا عامل عليهم شرط باللون الاسمر، نزلهم زي ما هم باشاراتهم واللي يساوي بينهم اهو وسبعة، وسيب جنبهم بس مسافة صغيرة. خط تحت اللي فيه اكس، خط تحت اللي ما فيهوش اكس، نزلتهم زي ما هم. يلا بقى اي حاجة هتيجي اهو نعكس اشارتها. طب 2 اكس، دور على المسألة تانية فين الاكس اهي. ده كانت موجب اكس يبقى تروح هنا بسالب اكس تعكس اشارتها. طب دي 7، ده رقم ما فيهوش اكس. فين الرقم التاني اللي ما فيهوش اكس؟ 6 كان بالموجب يبقى قدام هنا بسالب كام؟ 6. 2 اكس، ابص كده الاكسات بقت مع بعض في طرف واللي ما فيهمش اكسات بقى مع بعض في طرف. اقدر بقى اطرح واجمع. 2 اكس شيل منها 1 اكس يبقى اكس، و7 ناقص 6 كام؟ 1. يبقى العدد اللي انا كنت فرضه باكس وما اعرفوش الرياضه طلعته لي بكام بقى؟ بواحد. يبقى انت لو ضفت واحد فانها هتقسم النسبه هتلاقيها نص. السؤال اللي بعده اخر سؤال مقالي. يلا بيقول لك اكس على 3 بتساوي واي على الاتنين بتساوي زد على كام؟ على السبعة. بتساوي زد على 7. عايز قيمة ده كله. طب يلا يا ولا، ما انت عارف ان الاكس بتساوي كام؟ 3 كي، والواي بتساوي 2 كي، كمل، والزد بتساوي 7 كي. يلا عشان نروح نصلي. يلا ها الاذان بيأذن اهو. يلا هنعوض بقى على طول. ادي 4 في، يلا شيل الاكس، هنشيل الاكس ونحط مكانها 3 كي ناقص 2 في، هشيل الزد من فوق واحط مكانها 7 كي مليني. يلا 2 في الواي ب 2 كي زائد 3 في الاكس 3 كي ناقص، لو غلطت في تعويض المسألة كلها غلط، ناقص 3 في الزد 7 كي. جدع. يلا ده المسألة اتحولت لضرب بتاعت ده. يبقى التلاتة في 4 فوق ادي كده 12 وحط الكي ناقص، والاتنين في 7 ادي كده 14 وحط يا باشا الكي. تحت الاتنين في 2 ب4 كي زائد 3 في 3 ب9 وادي الكي ناقص 3 في 7 ب21 وحط برضو الايه؟ حط برضو الكي. طب يلا نحسب البسط. لو انت مش عارف خالص اكتب يا عم 12 ناقص 14 هيديك -2 وحط الكي. انا عايزك شاطر في الحاجات دي، مش عايز الجمع والطرح يا عم امر سهل بآل حاسبة. لكن اعرف لي الخاصيه اللي فيها الكي، الخاصيه اللي فيها المقص. انما الجمع والطرح اكيد انت طالع من البدايه عارفه. يلا احسب يلا معايا. ادي 4 زائد 9 13 صح كده ولا ايه؟ 4 زائد 9 ناقص 21 هتديك -8 كي. ما 4 و9 13، 13 ناقص 21 اللي هي الإجابة كانت -8 كي. بص بقى يا كابتن، السالب يطير مع السالب والكي تطير مع الكي. اوعى تقول لي بقى 2 على 8 فيها الا 4 ازعل يا عم، ما الآلة موجودة معاك. 2 على 8 على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين تحت فيها الكام؟ فيها الا 4 صح. او احسب يا عم بالآلة، اكتب 2 على 8 هديك في الاخر كام؟ ربع. وبكده الحمد لله حلينا الاختبار التراكمي رقم 1 على خواص التناسب. استنونا ان شاء الله في حل باقي الاختبارات التراكمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.